السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. بشوف ناس كتير بتكتب على الجروبات اشتروا السهم ده القيمه الاسميه بتاعته كذا. يا جماعه القيمه الاسميه ليس لها اي قيمه، هي حاجه ليس لها اي قيمه في قرارك الاستثماري. يعني ما ينفعش اقول والله ده القيمه الاسميه بتاعت السهم ده كده، طب ما اشتريها، ده السهم ده تحت القيمه الاسميه ما اشتريه. بالعكس، القيمه الاسميه دي حاجه بتستخدمها الشركه في الاكاونتنج او في الحسابات الداخليه، ومش هتفيدك بحاجه كمستثمر خالص. فبالتالي ما تروحش تشتري سهم عشان ده تحت قيمته الاسميه. ده على فكره انا قريت بس ما شفتش بعيني بصراحه عشان اكون امين، ان لما سهم بيتباع تحت قيمته الاسميه والشركه فلست، لو حصل ان الشركه فلست، ممكن الدائنون يطالبوا حاملي الاسهم بالفرق ما بين القيمه الاسميه والفرق ما بين سعر السهم. يعني ايه؟ يعني لو سهم قيمته الاسميه 20 جنيه وحضرتك اشتريته ب 10 جنيه والشركه فلست، ممكن الدائنون يرفعوا قضيه على حمله الاسهم ويقول لك انا عايز ال 10 جنيه فرق ما بين سعر السهم اللي انت اشتريته ب 10 جنيه وما بين القيمه الاسميه اللي هي 20 جنيه، عشان ده اللي مكتوب في الاكاونتنج بتاع الشركه، والشركه بتقول ان انا عندي الاسهم بتاعتها قيمتها الاسميه او انها عمرها ما هتقل عن كده او صعب تقل عن كده. طبعا حلو جدا ان حضرتك تبص على القوائم الماليه والارقام والكلام ده كله، لكن القيمه الاسميه دي شيلها من حساباتك خالص واعتبرها مش موجود. طبعا اهم اتنين ريشيوز في الدنيا البوك فاليو اللي هو مضاعف القيمه الدفتريه، والبرايس تو ايرنينجز اللي هو مضاعف الربحيه، والاثنين انا عامل عليهم فيديو لوحدهم. بقيه الريشيوز وبقيه الارقام وبقيه الحسابات وبقيه الكلام ده كله انا عامله في الكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه. فاللي مهتم يقدر يعرف تحليل مالي بصفه اقوى، الكورس مركز اكتر على التحليل المالي. فبالتالي ممكن حضرتك تقدم على الكورس لو عايز تشترك في الكورس. الفيسبوك بتاعي اللي موجود في اول كومنت كالعاده، ابعت لي هقول لحضرتك تشترك ازاي. طبعا الكورس مجموعه فيديوهات مسجله، مش هتروح تحضرها في حته، هو فيديوهات جاهزه اوريدي موجوده. ومع الكورس 3 شهور دعم على الواتساب، ببقى مع حضرتك خطوه بخطوه، بتبقى خطوات تعليميه مع بعض، بنطبق الكورس مع بعض، بتسالني اسئله مع بعض، كل شيء. فمش مجرد بتشتري كورس واسيبك، ببقى مع حضرتك 3 شهور تعليميه اتاكد ان انت اتعلمت الموضوع وجربته صح. وبما اني اتكلمت على القيمه الاسميه، ممكن برضو اتكلم على مضاعف الربحيه والقيمه الدفتريه شويه. لكن عايز اقول حاجه، مش مجرد ان حضرتك تشوف سهم قيمته الدفتريه قليله ومضاعف الربحيه بتاعه كويس ده معناه ان هو سهم يتشري. طبعا ده معناه ان السهم ده يلفت نظرك. يعني برضو ان انا ابني القرار بناء على مضاعف الربحيه فقط او بناء على مضاعف الربحيه والقيمه الدفتريه فقط هو مش صح. هو على فكره هو مش غلط كبدايه، يعني حضرتك كده بدات بدايه مظبوطه. سهم قريب من قيمته الدفتريه او تحت قيمته الدفتريه بالمقارنه طبعا بالاندستري او بالصناعه كلها اللي هو شغال فيها، ده معناه ان هو يلفت نظري. ليه السهم ده بيتباع باقل من ثمن ممتلكاته؟ ليه السهم ده بيتباع باقل من ثمن الفيزيكال اسيتس اللي عنده؟ او سهم مضاعف الربحيه بتاعه قليل جدا، يعني مثلا 5. ده يعني السهم ده في 5 سنين ممكن يرد لي فلوسي كلها. طب ايه الموضوع؟ هو ليه السهم بالسعر ده؟ ممكن اخش ادور الاقي ان في مصيبه، يعني الاقي ان السهم النهارده مضاعف القيمه الدفتريه بتاعته بقى بالشكل ده عشان الشركه في طريقها الى الافلاس، او الشركه عندها مشكله، بلاش نقول هتفلس، بقت مهدده. ولما الشركه بقت مهدده بقت كويستشن مارك، وطالما بقت علامه استفهام، المستثمر ما بيحبش الشركات علامات الاستفهام. المستثمر اللي معاه فلوس الفاهم، اللي هم في الغالب اغلبيه الناس اللي معاهم الفلوس الثقيله المليارات والملايين الكتيره، ما بيدخلوش في الحاجات دي وبيبعدوا عنها تماما. وبالتالي حضرتك كده دخلت نفسك في مغامره. فمش مجرد ما تشوف ارقام حلوه براقه للريشيوز السريعه الجميله دي تدخل. طبعا هم الريشيوز دول الاثنين دول في منتهى الاهميه، لكن خليهم نقطه بدايه للدخول في السهم، ما تخليهمش هم القرار الرئيسي بتاع الدخول في السهم. برضه ارجع واقول اللي عايز يتواصل معايا الفيسبوك بتاعي موجود في اول كومنت. والله يا جماعه فيسبوك مش سامح لي اقبل طلبات صداقه اكتر من كده، هو اقصى حاجه 5000 صديق، مش مسموح لي ازود عن كده. لكن برد على جميع الاسئله، مش لازم حضرتك تبقى صديق عندي على فكره عشان تبعت لي. ابعت لي، بيوصل لي الانبوكس في الاذرز، بفتح لي الاذرز ده كل يوم وبتاكد ان مفيش حد بعت لي رساله ما ردتش عليه. شكرا، كتر خيركم، الى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم.